ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر النار ومن أحوال أهل النار. نحن اليوم يا إخواني في ضيافة أسرة المرحوم الطيب سعيد وأبينا العالم، نحتفل بإذن الله بتخريج ابننا مجاهد. وبإذن الله هذه المناسبة العظيمة نحب أن يكون موضوعها القرآن، ما دام التخريج أصلا هو القرآن، نحب أن يكون موضوع يعني هذه الجلسة الصباحية والمسائية يكون موضوعها القرآن وعلومه والعلم الشرعي عموما. وأول ما نبدأ به يا إخواني هي المجموعة الأولى من مجموعة الطلاب، مجموعة إبراهيم محمد الأمين، فليتفضل فليقدم مجموعته. الحمد لله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. عنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه. لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه. وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي ثم على الجميع علاه. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عم الأنام نداه. سل الواحة الخضراء والطير شادية، سل هذه الصحارى والجبال الراسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. والصلاة والسلام على خير الأنام، خير خلق الله، كلما أثنت المعاني عليه كان فوق العلا وفوق الثناء. أشرف من حل درر الصدق كريم عنصري، درت لنا أخلاقه بالواكف المنهمر، كجونة العطار في أليجها المعطر. فكرر ما شئت من حديثه وكرر تسنيده عن أرج الشيخ ورأي العرعر. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من الآباء والإخوان ومشايختنا الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمته تغشى حفلنا الكريم تهللا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، كرمتم وشرفتم. نرحب بكم في هذا الحفل الحافل بالفرح والسرور، ونزف البشريات إلى أخينا نوليها وبالتسليم تترى. أسعد فؤادك لا تكن محزونا لمجيء أمر ترتجيه سنين. جاء الفلاح بحفظه وبختمه، خير أتاك مبينا. نور يطل على الوجوه فتشرق، كم باتت الدنيا له تتشوق. ترنو لمطلعه لتشهد بدره، عطر الهدى منه يفوح بختمه. أنسامه في كل واد تعقب. هنيئا لأخينا مجاهد قرشي على ما وفقه الله عز وجل من ختم لكتاب الله تعالى وحفظ له. هذه النعمة العظيمة والفضيلة الجليلة، نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده، التي تكفل الله عز وجل بحفظه وأعجز الخلق أن يأتوا بمثله. فطوبى لمن كان قلبه حاملا لكلام الله عز وجل. ويكفي شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند نجائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. ووصية لوالديه: اعتنوا بهذه الثمرة النافعة بإذن الله عز وجل، وأكثروا له من الدعاء. إذا لم يكن في العيد بهجة والد وإشراق أم ما أراك ستسعد. فما العيد إلا دعوة لك منهما، وإن فارق الدنيا ببرك تحمد. وما العيد إلا أن تنال رضاهما، فإن غضبا والله عيدك أنفد. وبعد، يحلو صباحي بالذين هم طلاب علم هاجروا الأوطان، تركوا البلاد وأهلها شغفا لعلم زاهد، كاس لصاحبه اللآلئ والدرر. وبأن قيوم السماء برافع قدرا على عباده، حقا ونصا بقول السنة. طوبى لهم بنقيل قول نبينا، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم أيها الأحبة الكرام نور يقذفه الله عز وجل في العباد لتستبين لهم به سبل الحق والضلال. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: نتعلم العلم فإن تعلمه خشية لله عز وجل، ومدارسته تسبيح، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبه يعرف الله عز وجل وبه يوحد. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وبعد، نبدأ برنامجنا بآيات من ذكر الله. هو ذكر رب العالمين، قوله: نور سرى بين النفوس وطابها خلقا وزهدا راق في القراء. يا مدرك القرآن قد أدركت مكرمة عظمت لصاحبها بخير خصال. والآن آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب مجاهد قرشي، فليتفضل مجدا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب